وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. مين فينا ما تعرضش لضغط نفسي؟ مين فينا ما قلقش وما توترش، ما بدأش ان هو موضوع معين يأثر عليه ويضغط على أعصابه؟ تمام، طبيعي كل دوت ان احنا كلنا بنتعرض للمواقف دي. بس طريقة تعاملنا معاها، ردود أفعالنا هي اللي بتفرق في صحتنا. في ايه بقى؟ احنا طول الوقت لما بنفضل قلقانين ومتوترين وبنخلي الضغوطات اللي بنمر بيها تأثر علينا بشكل كبير جدا، هتبص تلاقي ان الجسم بدأ يبقى ليه ردود افعال. ما هو انا دلوقتي جسمي وحالتي النفسية مرتبطين ببعض جدا. اوقات كتير جدا بنلاقي نفسنا تعبانين، قلبي بيوجعني، مش قادره، اصلا انا كتفي تقيل شويه، حاسه بصداع، انا بطني بتوجعني. بنلاقي كده شويه اعراض بتظهر لنا لما بنبدا نقلق من كتر ما الاعراض دي بتظهر، ونروح للدكتور يقولك انت ما عندكيش حاجه، مفيش اي سبب عضوي يخليكي تشتكي من الحاجه دي. فهنرجع يعني نرجع بقى بسرعة كده ندور على السبب، هنلاقيه سبب نفسي. من كتر ما انتي قعدتي تضغطي على نفسك، من كتر ما انتي قعدتي تتوتري وتقلقي وما تتعامليش مع الموضوع بشكل كده بسيط وهادي شوية. اه، مفيش مشاكل، التوتر والقلق والحاجات دي كلها مشاعر لازم هنمر بيها. بس الفكرة في الايه؟ في الوقت اللي احنا بنخلي نفسنا في قلقانين او متوترين، او بنخلي المشاكل دي تأثر او تضغط على اعصابنا. هي الفكرة في الوقت ده. لما الوقت ده بيستمر كده وبيزيد، بيبدأ الجسم يدافع عن نفسه، بيستعد كده علشان يواجه الحاجات اللي بتحصل له ديت. فيعمل ايه؟ يبدأ يزود في افراز الهرمونات، هرمون الادرينالين، هرمون النور ادرينالين، والهرمون الكورتيزون. الهرمونات دي بقى لما يعني الجسم بيفرزها بشكل كبير جدا، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بقى ان ممكن ضربات القلب تعلى جدا، ممكن يحصل ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يحصل ألم في المعدة، او اتعرض ان انا ابقى مريضة قولون عصبي. كل الحاجات دي ممكن ان انا اتعرض لها. كمان كتر القلق والتوتر وكتر افراز الهرمونات ديت ممكن يبص بقى ايه، نلاقي ان شعري بدأ يقع. في ناس بتجز على اسنانها كده وهي نايمة، في ناس ممكن تعض لسانها لدرجة ان هم ممكن يتعوروا. لان احنا متفقين ان اي حاجة في الدنيا بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. وكمان الموضوع دوت بينطبق على الهرمونات. الهرمونات دي افرازها، الجسم عمال يفرزها بشكل مستمر وبزيادة، بيبدأ يعرضنا للحاجات اللي انا قلتها دي دلوقتي. طيب، كل الحاجات ديت هتأثر علينا بشكل عام، هتأثر على صحتنا، هتبدأ تظهر علينا أعراض كأننا عندنا أمراض. والأمراض دي أصلا هي ملهاش أي علاقة بالأمراض الجسمانية. يعني أنا ما عنديش حاجة جسمانية تخليني أشتكي طول الوقت من الحاجات دي. طب ليه؟ ليه ما ناخد الموضوع بالراحة وبهدوء؟ الموضوع القلق والضغط دوت لما بيزيد، بتبص تلاقي بقى نفسك مع الوقت بدل ما هو قلق عارض او يعني قلق طارئ عليكي كده بسبب موقف معين، هتبص تلاقي الموضوع بقى اوسع واكبر وممكن يتحول لمرض نفسي. المرض النفسي ده بقى هيحتاج ان انا اروح عند دكتور واتعالج واخد علاج دوائي كمان. طب ليه اخلي نفسي عرضة للحاجات دي كلها؟ ازاي اقدر اتخلص من الضغوطات بتاعتي، او اقدر اتخلص من القلق المستمر الزايد اللي بيجيلي طول الوقت دوت؟ الرياضة. اول حاجة الرياضة دي شيء مهم جدا. مش معنى الرياضة ان انا لازم اروح ادفع اشتراك الجيم وافضل رايحة جاية واقول انا بلعب رياضة، لا. الرياضة في ابسط صورها ان انا انزل حتى اتمشى تلت ساعة او نص ساعة، اتمشى كده في الشارع رايح جاي، هيعمل تنشيط للدورة الدموية. موضوع هتبص تلاقي نفسك ايه، هادية. جربي كده مرة تكوني متوترة ومتعصبة او في موقف معين مضايقك، وتاخدي بعضك وتنزلي تتمشي. الموضوع بيفرق كتير كتير كتير. ويا سلام بقى لو اتمشيتي في مكان فيه خضرة. المناظر الطبيعية دي اصلا بتهدي الواحد، بتخلي القلق والتوتر يقل، وبتخليكي اهدى كتير جدا. طب ما عنديش امكانيه اروح انا ولا حته خضراء ولا صفراء، ولا هو انا هتمشى تحت البيت، اتمشي تحت البيت، مفيش مشاكل، الموضوع برضو هيجيب نتيجه كويسه جدا.
لازم اكل اكل صحي. الموضوع ده بيفرق برضو معانا، كل ما كانت صحتنا كويسة، كل ما كنت باكل اكل صحي، الموضوع ده برضو هيأثر عليا بشكل ايه، بشكل كبير جدا نفسيا. لان انا لما هاكل اكل لخبطة وفاست فود طول الوقت، هتبص تلاقي حاجات كتير جدا اتغيرت واتلخبطت وتلاقي نفسك برضو كده، اللي هو شوية حاسة نفسي متضايقة وشوية حاسة نفسي كويسة، واي حاجة بتضغط على اعصابي بسرعة. طيب انا كمان لازم اشرب حاجات مفيدة، زي ايه، زي الشاي الاخضر، زي مثلا النعناع. دوري على اي حاجة خضراء واشربيها، الحاجات دي فعلا مفيدة جدا وبتهدي الاعصاب. جربي تبقي قلقانة ومتوترة كده او حاجة ضغط على اعصابك وتشربي حاجة من الحاجات دي، صدقوني بتفرق. جربوا بالتدريج هتحسوا بالفرق. كمان لازم اقلل شوية من اي حاجة فيها كافيين، شاي، قهوة، مية غازية، لان الحاجات دي هتبص تلاقي نفسك بقى ايه، مع الوقت اي حاجه برضو بتقلقك او بتوترك. تخيلي ان لو مفيش حاجه بتقلقك وبتوترك وانتي متعوده تاخدي الكافيين ده بنسبه معينه، لما تيجي مثلا متعوده تاخدي الفنجان القهوه بتاعك، جربيها كده كل يوم كل يوم في نفس الميعاد، وجربي يوم كده تقطعي وما تاخديهوش. هتلاقي نفسك قلقانه ومتوتره وحاسه ان ناقصك حاجه وعصبيه. وخصوصا الناس بقى اللي بتشرب بالاتنين والتلاته والاربع كوبايات شاي، ولا التلات فناجين قهوه، الموضوع دوت بيبقى صعب جدا فعلا، وبيأثر في موضوع الضغط العصبي اللي انا بتكلم عليه ده. التأمل بقى، يا سلام بقى لما تقعدي كده، مش لا بص يعني عن سوري ان انا بضحك، بس عشان انا افتكرت حد قبل كده ما كنت بتكلم عن التأمل، يقولك يعني انا انام على السرير وابص للسقف واتأمل بقى. عادي يعني، لو انت داهن لون حلو في السقف مفيش مشاكل. لو انت حاطط مثلا منظر طبيعي فوق، نام على ظهرك على السرير وبص على السقف عادي واعمل التأمل ده. يعني يا سلام بقى لو المديتيشن ده كان في مكان طبيعي. خدي بعضك كده، الازهر بارك ده مكان عايزه اقولك حلو جدا، حديقه الاسره، في اماكن كده فيها فيها خضره، وتحس ان الفيو بتاعها جميل جدا، هيفرق معاكي جامد جدا. يا ريت نحافظ على نفسنا، مفيش اغلى عندنا من صحتنا، فنركز معاها شويه، لاننا لو وقعنا يعني ناس كتير قوي هتقع حوالينا، اكيد كل واحد فينا ملتزم ببيت وباولاد، فنركز شويه مع نفسنا، لان احنا كمان صحتنا دي هنتسأل عليها. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا.